السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قبل ما ابدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. حاجه كده يا بنات تنفع لجوع اخر الليل، والناس السعوديه الاصيله هي اللي هتعرف انا هعمل ايه، واللي هيعرفها يا بنات هديله واحده. هنعمل مع بعض النهارده يا بنات حاجه كده سعوديه انما ايه اصيله اصيله. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنعمل مع بعض طريقه البسه الصعيدي. يعني ايه بسه صعيدي؟ يعني إيه بقى بِسّة؟ هي البِسّة دي يا بنات عبارة عن بتّاو كده بنجيبه ونقعد نكسّر فيه كده لحد لمّا يبقى ناعم شويتين 3. نجيب بقى البتّاو كده ونفضل نكسّر فيه لحد لمّا يبقى حِتَت صغيّرة خالص زي ما أنتم ما شايفين. طيب البتّاو ده هنجيبه منين؟ هنجيبه كده من عند أي حد من اللي هم من الناس اللي هم بيبيعوا جبنة قديمة أو جبنة قريش أو الكلام ده. الناس اللي هي يعني بتبيع الزبدة والجبنة والكلام ده. أنتم كده اسألوا الناس دي على البتاو الصعيدي، تمام، هُم هيجيبوا لكم بالطلب، أو ممكن هُم بيبقوا أصلًا جنبهم يعني البتاو ده بيبقى كتير كده جنبهم. وهنا كده بعد لمّا خلّصت البتاو هابتدي بقى إن أنا أنمّشه بشوية مَيّة كده، وهافضل أقلّب كده من فوق لتحت عشان يبقى كلّه متطري شوية صغيّرين. أنا حطيت هنا نُص كوباية مَيّة بس على الكمية كلّها ما شاء الله كده كانت مضبوطة. أنا مش عايزاها عجينة يا بنات، أنا عايزاها بس متنمّشة شوية صغيّرين. وبعد كده أنا هنا كان عندي جبنة قريش ابتديت إن أنا أحطها كده على البتاو، وما تستغربوش يا بنات والله بتبقى جميلة، ما تستغربوش خالص. وممكن هنا برضه نعملها بجبنة علب هتبقى جميلة جدًا برضه، وإن شاء الله هانزّل لكم برضه فيديو باللي هي الجبنة العلب. وأنا هنا كده ابتديت إن أنا أقلّب الجبنة كويس. وما ننساش بقى نصلّي على النبي وإحنا بنتفرّج. أنتِ لسه كل ده ما حطيتيش اللايك؟ لأ أنا كده هازعل بجد. هنفضل بقى نقلّب كده لحد لمّا الجبنة تتجانس مع بعض. بعد كده هنبتدي إن إحنا نحط التوابل. معايا معلقة من الكزبرة، ومعايا معلقة من الكمون، وبعد كده حطيت شوية شطة، والشطة دي طبعًا اختياري، وهنا ضبّطت الملح بتاعي. عايزة تحطّي توابل تاني هتبقى جميلة، عايزة تشيلي حاجة من التوابل دي برضه براحتك، بس بتبقى جميلة جدًا. وهابتدي كده إن أنا أقلّب كويس. وهابتدي بقى هنا إن أنا أقلّب بإيدي تاني عشان التوابل كلّها تخُش في بعض. بُصّوا بقى هنا قعدت أقلِّب فيها كده كويس لحد لمّا جيت إن أنا أمسكها كده بقت قافشة ببعض. أنا عايزاها كده، مش يعني ما تخلّيهاش سايبة عن بعض، أنا عايزاها كده بالضبط. كده هي مضبوطة معانا وهتبقى طعمها فوق الواو بشوية. وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أصبّعها كده كلّها، كل الكمية اللي عندي. ولحد هنا كده أكون خلّصت الوصفة. بجد والله أنا كده خلّصت. شُفتوا أسهل من كده؟ طبعًا مش هتلاقوا. يالّا بقى انزلي اعملي لايك عشان يوصل لِك كل جديد. هنا بقى هاخلّص كل الكمية وهارجع لكم. شايفين بقى ما شاء الله الجمال. أنا كده خلّصت بكل الكمية دي ما كمّلتش فيها 5 دقايق بالضبط. والله بس كده، بس كده. ولحد هنا نكون خلّصنا الفيديو. ما ننساش بقى اللايك الجميل والاشتراك الأجمل عشان يوصل لِك كل جديد من بيت العز. والسلام عليكم ورحمة الله.